كم مرة فضلت في شغلانة كارهها بس عشان خايف تروح لمكان جديد؟ كم مرة فضلت في علاقة مستنزفة لمجرد إنك اتعودت؟ ليه بنخاف من المجهول حتى لو كان في فرص أحسن؟ وبنتمسك بالمعلوم حتى لو كان بيوجعنا؟ إحنا كبشر عندنا برمجة غريبة جدا، بتفضل الجحيم اللي عارفينه على الجنة اللي ما نعرفهاش. الخوف من التغيير هو الفرملة اللي بتوقف حياتك وبتحولك لمجرد متفرج على عمرك وهو بيعدي وإنت واقف مكانك. النهاردة هنشيل الغطاء عن السبب الحقيقي ورا الرعب والخوف من التغيير، هنعرف ليه عقلك بيعتبر التغيير تهديد بالقتل، وازاي تكسر منطقة الراحة اللي هي في الحقيقة منطقة موت بطيء. ركز معايا لأن النهاردة هنتعلم ازاي نحتضن التغيير بدل ما نهرب منه. المشكلة يا ريس إننا مبرمجين بيولوجيا على البقاء مش على السعادة. عقلك وظيفته يخليك عايش، والوضع الحالي مهما كان سيء هو وضع آمن لأنك لسه عايش فيه. التغيير بالنسبة لمخك هو مخاطرة مجهولة النتائج. إحنا النهاردة مش جايين نقولك اقتحم المخاطر بتهور، إحنا جايين نفهمك لعبة العقل دي عشان تقدر تتغلب عليها. الوعي الحقيقي هو إنك تدرك إن الثبات هو الوهم، وإن الحاجة الوحيدة الدايمة في الكون هي التغيير. لو ما تمسكتش بزمام التغيير، التغيير هو اللي هيسوقك وغالبا هيوديك لمكان انت مش عايزه. ليه بنحب الكومفورت زون او منطقه الراحه؟ لانها المكان اللي مفيش فيه مفاجآت. مخك هناك بيشتغل باقل طاقه ممكنه. التغيير محتاج مجهود ذهني عالي ومخك بخيل في صرف الطاقه. الخوف من التغيير بيلبس اقنعه كتير، تلاقيه بيقول لك لسه الوقت مش مناسب او خلينا نأمن نفسنا الاول. الحقيقه ان دي اعذار بيخلقها عقلك عشان يحميك من الم البدايات. احنا بنخاف من التغيير لاننا بنربط قيمتنا بالاستقرار، وبننسى ان الشجر اللي ما بيغيرش ورقه بيموت، والميه اللي ما بتتحركش بتعفن. الامان اللي انت حاسس بيه في مكانك هو امان كاذب. العالم بيتحرك حواليك، ولو فضلت مكانك الفجوه بينك وبين الواقع هتزيد لحد ما تلاقي نفسك خارج الخدمه. في حاجه بنعملها اسمها تجنب الخساره. احنا بنخاف نخسر اللي في ايدنا دلوقتي بضعف رغبتنا في كسب حاجه احسن بكره. ده اللي بيخليك تتمسك بمرتب ضعيف وتخاف تبدا بيزنس، او تتمسك بعاده مضره وتخاف تجرب حياه صحيه. انت بتبص للتغيير كخساره للتعود وما بتشوفهوش كمكسب للنمو والحريه. الوعي هو انك تقلب الايه، بدل ما تسال ايه اللي ممكن اخسره لو غيرت، اسال ايه اللي هخسره فعلا لو فضلت زي ما انا. هتكتشف ان تكلفه الثبات اغلى بمليون مره من مخاطره التغيير. الخوف من التغيير كمان مرتبط بالخوف من الفشل اللي اتكلمنا عنه في حلقه كامله قبل كده، وتقدر تشوفها من هنا. بس هنا معاه الخوف من المجهول. انت ما بتخافش من الجديد، انت بتخاف من فقدان السيطرة. لما بتغير انت ما بتبقاش عارف النتيجة ايه، وده بيعمل قلق للجهاز العصبي. الشخص الواعي هو اللي بيفهم ان اليقين ده مجرد خدعة. مفيش حاجة في الدنيا مضمونة 100%، حتى قعدتك في مكانك مش مضمونة. التغيير هو العضلة اللي محتاج تمرنها. كل ما تغير حاجات صغيرة في يومك، مخك بيبدأ ياخد ثقة ان الجديد مش بيموت. التغيير هو الوقود اللي بيخليك تحس بانك عايش بجد. تعرف ان مخك بيتعامل مع فكرة تغيير المسار كأنها ألم جسدي. في منطقة في المخ بتبقى نشطة جدا لما بنواجه حاجة غير مألوفة، وهي مرتبطة بالمشاعر السلبية. التغيير بيحتاج بناء مسارات عصبية جديدة، وده عمل شاق ومجهد للمخ. عشان كده أول رد فعل ليك لما تفكر في تغيير كبير هو المقاومة. جسمك بيبدأ يفرز هرمون التوتر الكورتيزول كأنك في حالة خطر. الوعي هو إنك تفهم إن الخوف ده مش إشارة توقف، ده إشارة نمو. لما تحس بالخوف وإنت داخل على خطوة جديدة، اعرف إنك بتكسر قشرة قديمة عشان تطلع نسخة أحسن من نفسك. بص يا ريس، القرن ال21 مش بتاع الأذكى ولا الأقوى بس، هو بتاع الأسرع في التكيف. لو بصيت حواليك هتلاقي إن كل حاجة بتتغير: التكنولوجيا، الوظائف، العلاقات، حتى الطريقة اللي بنتكلم بيها. اللي بيخاف من التغيير النهاردة هو شخص بيقرر ينتحر مهنيا ونفسيا بالبطيء. احنا محتاجين نتحول من عقلية الحماية لعقلية الاستكشاف. التغيير هو اللي بيديك خبرة الميدان. الشخص اللي نزل واشتغل وخاطر وغير مكانه بتاع 5 مرات مثلا عنده مرونة وخبرة وتواصل أكتر بمليون مرة من اللي قعد في مكتب واحد 20 سنة. الأولاني عاش 20 سنة، التاني كرر سنة واحدة 20 مرة. انت عايز تكون مين فيهم؟ الخوف من التغيير كمان بيتغذى على كلام الناس والبرمجة الاجتماعية. انت كبرت على كده، عصفورة في الإيد أحسن من 10 على الشجرة. الأمثال دي هي مسامير في نعش طموحك. المجتمع عايزك متوقع وشبه الباقيين عشان ما يتعبش في التعامل معاك. لما بتقرر تتغير انت بتهدد راحة اللي حواليك، فبيبدأوا يخوفوك. الوعي هنا هو انك تفرق بين صوت الحكمة وصوت الجبن اللي لابس قناع النصيحة، لأن التغيير هو حقك الشرعي في انك تكتشف نسخ تانية من نفسك. دلوقتي جه الوقت اللي نفتح فيه الباب.
الأسباب، إزاي تتغير من غير ما تنهار، إزاي تروض القلق اللي بيجي مع كل خطوة جديدة. أنا لخصت لك خريطة الطريق اللي هتمشي عليه عشان تنقل حياتك من مرحلة الركود لمرحلة النمو. قاعدة التغيير المجهري. أكبر غلطة بتخلينا نخاف من التغيير هي إننا بنحاول نغير كل حاجة في وقت واحد، ده بيعمل صدمة للجهاز العصبي فبيهرب. السر هو إنك تفتت التغيير الكبير لخطوات تافهة. عايز تسيب شغلك وتبدأ بيزنس؟ ما تستقلش بكرة، ابدأ ب30 دقيقة شغل على فكرتك بعد العشاء. عايز تغير نظامك الغذائي؟ ما تمنعش كل الأكل، ابدأ بإنك تشرب كوباية مية زيادة. لما بتصغر التغيير انت بتهرب من رادار الخوف في مخك وبتبدأ تبني مسارات عصبية جديدة بهدوء ومن غير مقاومة. تكنيك تحليل أسوأ السيناريوهات. أغلب خوفنا من التغيير نابع من ضبابية المجهول. اقعد مع نفسك واسأل ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو الخطوة دي فشلت. هتكتشف غالبا ان الكارثة اللي في خيالك مبالغ فيها. لما بتكتب مخاوفك على الورق انت بتسحب منها قوتها. والأهم اسأل نفسك ايه اللي هخسره فعلا لو فضلت مكاني لمدة سنة كمان. غالبا ألم الثبات هيكون أوضح وأقصى من خوف التغيير. الورقة والقلم هم أعداء الأوهام. استراتيجية الإرساء أنكورينج. التغيير بيخوفنا لأنه بيحسسنا بإننا تايهين، عشان كده لما تيجي تغير حاجة كبيرة في حياتك حافظ على ثوابت تانية تديك شعور بالأمان. لو بتغير شغلك حافظ على روتينك الصباحي أو حافظ على هوايتك اللي بتحبها. وجود مرساة ثابتة في حياتك بيخلي مخك يحس إنه لسه مسيطر، فبيقلل من حدة القلق تجاه التغيير. انت محتاج جزيرة أمان ترجع لها وانت بتبحر في محيط التغيير الواسع. إعادة تسمية الخوف لحماس. عارف إن جسمك بيفرز نفس الهرمونات تقريبا لما بتكون خايف ولما بتكون متحمس؟ ضربات قلب سريعة، نفس عالي، توتر في العضلات. الفرق كله في تفسير عقلك. الشخص المرعوب بيقول أنا خايف، والشخص الشجاع بيقول أنا متحمس للتجربة. لما تحس بالأعراض دي وانت داخل على تغيير قول لنفسك بصوت عالي أنا متحمس للخطوة دي. الكلمة دي بتغير اتجاه الطاقة في مخك من الهروب للهجوم. تقبل فترة الضياع The Messy Middle. أي تغيير في الدنيا بيمر ب3 مراحل: النهاية للحاجة القديمة، المنطقة المحايدة اللي انت مش عارف فيها انت مين، وبعدين البداية الجديدة. أصعب مرحلة هي اللي في النص اللي بنسميها المنطقة الرمادية. تقبل إنك في الأول هتكون تايه وشكلك وحش وما بتعرفش تعمل الحاجة صح. التوهان ده مش علامة فشل، ده علامة إن الخلايا العصبية بتعيد ترتيب نفسها. اصبر على لخبطة البدايات عشان توصل لنظام النهايات. بص يا ريس، في حقيقة في الكون ده لازم تدركها، إما أن تنمو وإما أن تموت. مفيش حاجة اسمها الثبات، حتى الأرض اللي انت واقف عليها بتتحرك بآلاف الكيلومترات في الساعة. التغيير مش خيار إضافي، التغيير هو جوهر الحياة. لو بصيت على خلايا جسمك هتلاقي إنها بتتجدد بالكامل كل كام سنة. انت فعليا مش نفس الشخص اللي كنت موجود من 7 سنين. فليه يا ريس بتعاند الطبيعة وبتحاول تثبت على عقلية واحدة أو وضع واحد؟ الخوف من التغيير هو محاولة لإيقاف الزمن، وده صراع خسران من البداية. في القرن ال21 المرونة هي العملة الصعبة. العالم بيتغير بسرعة مرعبة، والشركات اللي خافت من التغيير زي نوكيا وكوداك اختفت من الوجود. والأشخاص اللي بيخافوا من التغيير بيحصل لهم نفس الشيء، بيتحولوا لآثار من الماضي وهم لسه عايشين. الوعي الحقيقي هنا هو إنك تكون مستكشف مش حارس زنزانة. التغيير كمان بيعلمك التواضع. لما بتدخل مجال جديد وانت مبتدئ انت بتكسر الأنا بتاعتك وبتفتح عقلك للتعلم. الشخص اللي بيخاف يتغير هو شخص مغرور بوضعه الحالي وخايف يظهر إنه ما بيعرفش. التحرر بيبدأ لما تتصالح مع فكرة إنك دايما طالب في مدرسة الحياة. ما تخافش إنك تفقد نسختك القديمة، لأن النسخة دي عملت دورها ووصلتك لهنا، ودلوقتي لازم تسلم الراية للنسخة اللي بعدها. أنت مش صورة ثابتة، أنت نهر متجدد. كل ما سبت نفسك لتيار التغيير الواعي كل ما وصلت الأعماق في نفسك ما كنتش تتخيل إنها موجودة. في النهاية التغيير ممكن يكون مرعب، بس الرعب الحقيقي هو إنك تصحى بعد 20 سنة وتلاقي نفسك زي ما أنت، بنفس المخاوف، بنفس الأعذار، وبنفس الندم. الخوف بيموت لما تتحرك، والقلق بيختفي لما تبدأ. العالم بره منطقة راحتك مليان فرص وناس وحياة انت لسه ما شفتهاش. ما تخليش وهم الأمان يحرمك من روعة المغامرة. افتح الباب، خد الخطوة واغلط. المهم انك ما تفضلش واقف في مكانك. ابدأ التغيير دلوقتي وعيش حياتك. سلام.